السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم في قناة بنات ماما أمل. النهاردة يا حبايبي جاية بفيديو جديد، فيديو كده دلع. مش معقول نكون احنا بنشتغل كروشيه وما ندلعوش حاجتنا. النهاردة بقى هندلع المج بتاعنا أو فنجان القهوة اللي بنشربه فيه. يبان كده ان ده فنجان فنانة ماسكة الكروشيه، مش معقولة يعني ما تدلعش حاجتها. يلا ان شاء الله كده نشتغلوا مع بعض وندلعوا ايد المج او الفنجان. ولو حطيتيه في النيش هيبقى شكله مميز كده وشكله جميل. تغيري من شكلهم كده وهما محطوطين في النيش، وممكن تعملي له قاعدة بنفس اللون ويبقى شكله جميل كده بنفس بنفس لون الايد. يا ريت يا حبايبي اللي اول مرة يشوف قناتي يشترك فيها ويفعل زر الجرس عشان القناة تكبر بكم بإذن الله. واللي ما حطش لايك يحط لنا لايك. يلا بقى بسم الله هنبدأ. هنجيب إبرة مناسبة للخيط. أنا هنشتغل بإبرة رقم 2.5، وهنجيب أي خيط عندي، بواقي خيط ممكن قطن أو خيط مكرمية فرنساوي أو الموجود يعني. هنبدأ كده نسحب الخيط ونعمل عقدة البداية بس اهي. بس انا تحت الكاميرا طبعا مش مالكة. هنعمل عقدة البداية، اتفكت مني هنربطها وخلاص يعني، مش مشكلة يعني. هنربط الخيط في قلب الايد كده في البداية. نعقد عقدة كده اهوت، ونسيب حتة طبعا اللي هي الطرف دوت بنداريه بعد كده بالإبرة التنظيف، او ناخده معايا في الشغل كده. هنشتغل بقى غرزة الحشو اهو. نسحب كده الخيط من تحت ونطلع ونسحب الحلقتين مرة واحدة، نعمل غرزة حشو. ننزل تحت كده نسحب الخيط، وبعدين نسحب الحلقتين مع بعض بسحبة واحدة كده، غرزة حشو. ممكن تعملي كل ايد فنجال بلون، او تعمليهم كلهم بلون واحد. ممكن تعملي ايد المج تميزي كده كل مج بلون يعني. دلعي كده الفناجيل والمجات بتاعت اولادك، كل واحد حسب ذوقه بقى. هنعمل كده الايد كلها بغرزة الحشو جنب بعضه كده، وننزلهم لتحت، نزقهم لتحت كده اهوت. الشغل اللي اشتغله ازقه لتحت. طبعا انا بنشتغل في الحتة العالية دي عشان هي اللي اكتر حتة مريحة في الشغل، بس اللي بشتغله نزقه لتحت لغاية اما نملى الايد كلها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حاجتك بقى عشان انتي شغالة في الكروشيه لازم تبقى مميزة، تبان اللي هي حاجات فنانة بقى.
مش معقولة ما ندلعوش حاجتنا. هنملى الايد بقى كده ونضغط كده الشغل لتحت عشان ما يبقاش فيه فراغات ما بينهم. وبناخد معايا الخيط الزيادة بنداريه في الشغل. كل ما اشتغل اضغطه لتحت كده لغاية ما نملى الايد كلها. عملتها اهيت، خلصتها. هجيب لون فاتح بقى او اي لون يعني يليق على الخيط اللي انا شغلاه. انا هشتغل بخيط اوف وايت هيليق على الزيت يعني. هنشتغل بقى فوق كل غرزة من فوق كده. هنشد الخيط لتحت عشان الشغل يعني لتحت عشان ناخد من اول غرزة. والخيط الزيادة دوت انا هنعمله بالابرة وهنقص الزيادة. هندخل كده فوق اول غرزة ونعمل غرزة تثبيت سلسلة كده، وتعتبر غرزة حشو يعني. وهخش فوق كل غرزة واعمل غرزة حشو. فوق كل غرزة غرزة حشو. ممكن الخيط دوت تعمليه تجيبي يعني لولي وتلضميه قبل الشغل وتشتغلي بقى كل كام غرزة كده تفوتي لولاية وتشتغليها، هتدي شكل جميل. هتبقى شكلها جميلة اوي لو حطيتي لولي برضو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا ريت يا حبايبي اللي وصل معايا لحد هنا يحط لي لايك كده فضلا منكم وليس امرا، وشكرا لكم مقدما عشان القناة تكبر بيكم بإذن الله. هنشتغل بالشكل دوت فوق كل غرزة غرزة حشو عشان تكسر اللون يعني تبقى شكل حلو كده، تدي يعني ضوء أحلى. ممكن كل فنجال تعملي له قاعدة بنفس الإيد، لون الإيد اللي انت عملتيها، ويبقى شكلهم جميل كده وشيك وحلوين مع بعض. ممكن تعملي الطقم كله لون واحد. هنكمل بالشكل ده. الغرزة اهي من ورا. هنكمل واجيلكم. كملتها اهيت وخلصت يعني نضفت الخيط الزيادة وكده. هنعمل بقى الوردة، وردة صغيرة كده اهوت زي الياسمينة الصغيرة كده. هنعمل 3 سلاسل ونخش في الغرزة الأولى ونعملها حلقة. طبعا عشان تناسب الفنجال هنعمل وردة صغيرة أوي. هنرتفع سلسلتين
وهاخد لفة على الإبرة. أنا مخدتش لفة، هنرجع ناخد لفة، هنفكها ديت وناخد لفة. نعمل بقى عمود بلفة، كمان عمود بلفة، وبعدين سلسلتين، واخش جوه الدايرة واعمل منزلقة، اسحب واعمل منزلقة، وبعدين ارتفع سلسلتين واخد لفة، واخش جوه الدايرة تاني واعمل عمود بلفة، وارجع اعمل عمود بلفة. يعني هعمل سلسلتين وبعدين عمودين بلفة وبعدين سلسلتين، وهكذا. بنعمل كده ايه، اعمل سلسلتين واخش جوه الدايرة اهي، واسحب، اعمل منزلقة كده. عملت ورقتين اهمت، هطلع سلسلتين واخش جوه الدايرة واعمل عمود بلفة، وكمان عمود بلفة وسلسلتين، واسحب منزلقة. هكمل بالشكل ده، هعمل كمان ورقتين. انا عملت 3، فاضل لي 2 كمان. ادي عمود بلفة وبعدين عمود بلفة وسلسلتين، وانزل اثبته في قلب الدايرة. فاضل لنا كمان ورقة. طبعا هي الوردة كلها صغيرة كده عشان تبقى مناسبة لحجم الفنجال صغنونة. هي عملتها يعني ثبتها وحطيت عليها لولاية. لو انت عايزة تزوقيها بقى بشكل تاني ممكن تزوقيها، ممكن تعملي لولي زي ما قلتلك كده على حرف الايد من فوق. ممكن تعلقي حاجة من تحت في الايد من تحت، او ممكن تعملي زي ما انا عاملة في الفنجال التاني كده. عملت زي ضفيرة كده وحطيت في اخرها لولاية. هنا انا حطيت شوية لولي كده من فوق عشان يدي ضوء يعني ليه. ممكن انت تشكلي بقى كل فنجال بلون، او تعملي الطقم كله لون واحد اللي يعجبك. ممكن فناجيلك لو قديمة زي بتاعتنا كده تشكلي فيها وتخليها تجدديها يعني وتجددي شكلها. يا رب يكون الفكرة عجبتكم. ممكن لما تحطيها في النيش كده تبقى شكلها جميل ورقيقة، او انت وانت بتستعمليها كده تبقى حاجتك مميزة، تبان كده اللي دي حاجة فنانة يعني. يا رب تكون عجبتكم وتحطوا لنا لايك كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.